لما الشركة بتواجه أزمة خطيرة بيكون إيه الحل؟ ممكن تحلل الغلط اللي حصل، تشوف المنافسين في السوق وتقيم نقاط القوة والضعف عندهم. لو حصل ده بشكل صحيح هتكون الشركة قادرة تخرج من الموقف الصعب ده. نتفليكس بتواجه النوع ده من الأزمات حالياً، وكان أحد حلولهم الأخيرة هو وضع الألعاب في المحتوى الخاص بيهم. بس إيه اللي بيحصل لنتفليكس؟ ببساطة انخفضت أعداد المشتركين، وقرروا إن محتوى الألعاب هيكون جزء من الحل. بس إزاي ده هيحصل؟ بشكل أساسي بتوفر نتفليكس ألعاب الموبايل لمشتركيها والأجهزة الآيفون والأندرويد. أضافت نتفليكس في تطبيقها اسم للألعاب، وبتتميز الألعاب بالملكية الفردية لسلاسل أفلام ومسلسلات نتفليكس مقتبسة من برامجهم الأصلية زي مسلسل Stranger Things، بالإضافة لألعاب الموبايل التانية واللي اشترت نتفليكس حقوقها. لما المستخدم يدوس على اللعبة فبيروح على الأب ستور أو جوجل بلاي لتنزيل اللعبة. بعد كده ممكن تلعب اللعبة داخل اسم ألعاب نتفليكس أو من القائمة الرئيسية لتطبيقاتك. الاختلاف الوحيد عن باقي الألعاب إنهم مش بيظهروا أي إعلانات. حالياً في 26 لعبة، لكن الشركة بتخطط لطرح 50 لعبة بحلول نهاية السنة. إذن إزاي الأمور ماشية مع نتفليكس؟ وفقاً لبيانات التحليلات الجديدة اللي نشرتها CNBC في أغسطس 2022، فإن 1% فقط من مشتركي نتفليكس، واللي عددهم 221 مليون مشترك، بيستخدموا اسم الألعاب. في 23.3 مليون تنزيل بالفعل، لكن بس 1.7 مليون مستخدم بيلعبوا يومياً. كتير من وسائل الإعلام بتقول إن ده فشل رهيب، لكن الحقيقة ممكن تكون مختلفة. بيشرح رئيس الألعاب في نتفليكس غريغ بيترز الاستراتيجية للسي إن بي سي: ما زلنا نحافظ على هدوء الأمور عن قصد، لأننا ما زلنا نتعلم ونختبر ونحاول معرفة الأشياء التي ستنجح مع الأعضاء. ما هي الألعاب التي يريد الناس لعبها؟ نحن نتطلع إلى الحصول على الترخيص الحصري للألعاب الشهيرة، والوصول إلى الملكية الفكرية للألعاب المقتبسة من محتوانا والتي يمكن للناس أن يتعرف عليها. من الواضح إن نتفليكس بتقوم بإجراء تجارب لمراقبة سلوك المستخدمين، ولما يكون عندهم البيانات الكافية هيبدأوا بنشر الموضوع بشكل أكبر. لحد دلوقتي بتستخدم نتفليكس مطورين ألعاب خارجين لبناء كتالوج الألعاب الخاصة بيها. الشركة اشترت 3 استديوهات للألعاب السنة اللي فاتت، من بينها الشركة الفنلندية Next Games بقيمة 72 مليون دولار. Next Games هي الشركة اللي ورا لعبة Stranger Things، عشان كده تم الاستحواذ عليها من غير تفكير. وصلت نتفليكس برضو لاتفاق مع شركة روكيت رايد للألعاب، ده بيلمح لمستقبل نتفليكس في الألعاب. لكن ليه الألعاب؟ نتفليكس شايفة مشاكلها على إنها مسألة تفاعل للمستخدم، جعل المستخدم يتفاعل مع المحتوى. في خطابها للمساهمين السنة اللي فاتت، صنعت نتفليكس أبيك جيمز، شركة أبيك للألعاب، من بين أكبر منافسيها لجذب انتباه الناس. تيك توك ويوتيوب برضو موجودين في القائمة. محللين قالوا لشبكة CNBC إن الألعاب قد تكون وسيلة لزيادة تفاعل المستخدمين. إحدى المزايا العديدة لنتفليكس في متابعة استراتيجياتهم هي القدرة على الدفع إلى المشاركة والتفاعل حتى ما بعد ظهور العرض لأول مرة على المنصة. كمان نشرت نتفليكس مؤخراً قوائم وظائف متاحة وبتلمح لمشروع ألعاب سحابية. لو نجحت الخدمة دي ممكن تكون مشابهة لبلاي ستيشن ناو أو جوجل ستيديا أو أمازون لونا، لذلك ممكن وبشكل أساسي لعب الألعاب على جهاز التلفزيون. ألغي ما يقرب من مليون شخص اشتراكاتهم مع نتفليكس في الأشهر الثلاثة الماضية، لكن عملاق البث يتوقع أن يخسر ضعف هذا الرقم بعد سنوات من النمو. لذلك تتعرض الشركة لضربة سوق كبيرة وتتعرض لخسارات متزايدة. المشتركين بيسيبوا نتفليكس، ده اللي أدى لأول خسارة صافية لمشتركيها من أكتر من 10 سنين. أكتر من مليون مشترك في الربع الثاني لغوا اشتراكهم، ده بعد خسارة 200 ألف مشترك في الربع الأول. ممكن تساعد الألعاب وبشكل صغير في زيادة تفاعل المستخدمين، لكن نتفليكس المفروض تركز بشكل أكبر على وجود محتوى قوي. الموضوع ده صعب جدا وبيحتاج الكثير من رأس المال، لكن المحتوى هو اللي بيجذب الناس للمنصة. حاليا مفيش حد بيربط بين نتفليكس والألعاب، وعشان تتغير صورة العلامة التجارية هيطلب الكثير من العمل. طيب إيه رأيكم؟ هل ممكن إن نتفليكس تنتج محتوى ناجح للألعاب في المستقبل، أو إن ده مجرد تضييع للفلوس؟ شاركوني أفكاركم في التعليقات.